تخيل معايا واحد النهار كنتي في واحد الجروب ديال واتساب، وقع لك خلاف مع شي واحد، تعصبتي وكتبتي ليه كلام قاسي، ولا صيفطتي اوديو فيه السب والاهانه. كتقول مع راسك واتساب غير هضره وغدا غادي تنساها، ولكن واش كنت عارف ان ذاك الميساج اللي صيفطتي في ثواني يقدر من بعد يدخل في واحد النزاع قانوني، وان سكرين شوت واوديو ورابط ديال فيسبوك وحتى طريقه انتشار الكلام يقدروا يوليو مهمين في القضيه؟ هنا خاصنا نوقفوا شويه، حيت المشكل ماشي غير في الكلمه اللي قلتي، المشكل هو شنو قلتي، فين قلتيها، لشكون وصلت، واش كانت خاصه ولا علنيه، واش كانت مجرد اهانه ولا فيها اتهام بواقعه، ولا فيها مساس بالحياه الخاصه. واليوم غادي نفهموا بهدوء الفرق بين السب والقذف والتشهير، وشنو العلاقه ديال الفصول 447/1 و447/2 و447/3 بالرسائل والصور والتسجيلات، وشنو تقدر دير الا كنتي انت الضحيه، وشنو دير الا لقيتي راسك انت المتهم. اول حاجه خاصنا نصحوا واحد الفكره منتشره كتير، ماشي اي سب في واتساب كيعني تلقائيا انك غادي للحبس، وماشي اي خلاف في فيسبوك كيعني بالضروره نفس الجريمه ونفس العقوبه. القانون كيشوف الفعل اللي وقع بالضبط، والمحتوى ديالو والظروف اللي وقع فيها، والطريقه اللي توصل بها للغير. يعني مثلا الا قلتي لشي واحد كلام مهين بلا ما تنسب ليه واقعه محدده، هنا كنكونوا امام مفهوم السب. اما الا نسبتي ليه واقعه معينه من شانها تمس الشرف ولا الاعتبار ديالو، فهنا كندخلوا في مفهوم القذف. والفرق بيناتهم ماشي غير في الكلمات، ولكن في طبيعه الكلام اللي تقال. دابا تخيل مثال بسيط، واحد كتب على واحد اخر انت انسان ما عندك قيمه وكتصرف بطريقه حاطه. هذه عبارات مهينه، ولكن ما فيهاش بالضروره نسبه واقعه محدده. دابا الا كتب فلان سرق فلوس الناس، راه هنا ما بقيناش غير امام اهانه، لان كاينه نسبه ديال واقعه محدده. وهذا الفرق مهم خصوصا في المحتوى المنشور على الانترنت. ولكن واش واتساب وفيسبوك كيبدلوا القاعده؟ لا، الوسيله بوحدها ما كتحددش الجريمه. رساله خاصه بين جوج اشخاص ماشي هي نفس الوضع ديال منشور عام قدام جمهور كبير. ومجموعه مغلقه ماشي معناها ان كل شيء اللي كيتقال مباح تلقائيا. عدد الاضعاف، مضمون الكلام، واش رساله بقات داخل المجموعه ولا خرجت منها، واش شي حد دار سكرين شوت ولا بعت اوديو لناس اخرين، واش المحتوى فيه معلومات خاصه ولا اتهامات، كلها امور يمكن يكون عندها اهميه في التقييم القانوني. يعني الخصوصيه ماشي كلمه سحريه كتسقط المسؤوليه في كل حاله. ومن بعد كيجينا الفصل 447/2، وهنا كاينه نقطه اخطر. النص كيعاقب على نشر او توزيع تركيب مكون من اقوال او صوره شخص دون موافقته، وكذلك على نشر او توزيع ادعاءات او وقائع كاذبه بقصد المس بالحياه الخاصه للاشخاص او التشهير بهم. والعقوبه اللي كينص عليها الفصل هي الحبس من سنه الى 3 سنوات وغرامه من 2000 الى 20,000 درهم. ركز هنا على عباره مهمه، ماشي غير وقائع كاذبه وخلاص، ولكن النص كيهضر على نشر او توزيعها بقصد المس بالحياه الخاصه او التشهير وفق الشروط المحدده في الفصل. الفصل 447/3 كيرفع العقوبات في حالات محدده كينص عليها القانون، ومن بينها بعض حالات العود وبعض الظروف المرتبطه بالعلاقات الاسريه او بالقاصرين او بالمراه بسبب جنسها حسب الشروط الوارده في النص. هذا الشيء كيبين علاش نفس الهاتف ونفس التطبيق يقدروا يخلقوا حالات قانونيه مختلفه. واحد كتب تعليق في فيسبوك كيقول فيه على شخص انت سارق، واحد اخر نشر سكرين شوت ديال محادثه خاصه، واحد ثالث نشر الصوره ديال شخص في ظرف خاص، وواحد رابع بعت اوديو خاص. كل حاله خاصها تتفحص بوحدها. ما يمكنش نقولوا واتساب يعني 447/1 وفيسبوك يعني 447/2. هذه طريقه مبسطه ولكن ماشي دقيقه قانونيا. اللي كيهم هو الفعل اللي وقع والشروط اللي كينص عليها النص. ودابا نسولوا السؤال اللي كيتعاود بزاف، الا كانت جروب ديال واتساب مغلقه واش نقدر نقول اللي بغيت؟ الجواب هو لا، ما تعتمدش على كلمه مغلقه وتعتبر راسك محمي قانونيا. المجموعه المغلقه غير كتحدد شكون عنده الولوج، ولكن ما كتخليش اي محتوى مباح تلقائيا. عدد الاضعاف، مضمون الكلام، واش الرساله بقات داخل المجموعه ولا خرجت منها، واش شي حد دار سكرين شوت ولا بعت اوديو لناس اخرين، واش المحتوى فيه معلومات خاصه ولا اتهامات، كلها امور يمكن يكون عندها اهميه في التقييم القانوني. يعني الخصوصيه ماشي كلمه سحريه كتسقط المسؤوليه. ونفس الشيء في فيسبوك، الا كتبتي كومنت فيه اهانه خاصنا نشوفوا طبيعه العباره. الا كانت عباره تحقير كاين مفهوم السب، الا نسبتي واقعه محدده لشخص كندخلوا في مفهوم القذف حسب الحاله والقانون اللي كينطبق. والا نشر شي واحد وقائع كاذبه او تركيب او صوره او كلام خاص، هنا ممكن ندخلوا في مقتضيات اخرى، ومنها الفصول المتعلقه بحمايه الحياه الخاصه والتشهير الالكتروني حسب الشروط القانونيه. وهذا الشيء علاش ما خاصش الانسان يحكم على القضيه غير من عنوان منشور على فيسبوك او من سكرين شوت شافه. دابا نجيب واحد السؤال اخطر،
واش سكرين شوت بوحدو كافي باش تربح القضيه؟ ما خاصناش نعطيو جواب قطعي من غير ما نشوفوا الملف كامل. سكرين شوت يقدر يوثق شكل المحادثه والمحتوى اللي ظاهر فيها، ولكن من الحكمه تحافظ على الاصل وما تعتمدش غير على صوره مقصوصه. ما تمسحش المحادثه، ما تبدلش الصور، ما تقطعش التسجيلات، وخلي الهاتف او الوسيله الاصليه موجوده. وإلا كاين رابط المنشور، احتفظ بالرابط وبالتاريخ والوقت وباسم الحساب او المحتوى كما كان ظاهر. وإلا كانت الواقعه مهمه وكتخاف المحتوى يتحيد او يتبدل، ممكن حسب الحاله تلجا لمفوض قضائي باش يعاين المحتوى الالكتروني المتاح ويوثق اللي كاين وقت المعاينه. ولكن انتبه، المعاينه ماشي وعد بانك غادي تربح القضيه، وماشي معناها ان المحكمه ملزمه تحكم لصالحك. الهدف هو تقويه وتوثيق الدليل قبل ما يختفي او يتغير، والجهه القضائيه هي اللي كتقيم وسائل الاثبات والوقائع حسب الملف والقانون. دابا نفترضوا انك انت الضحيه، شي واحد سبك او نشر عليك محتوى او دار شي تصرف كتعتقد انه مس بحقوقك. اول نصيحه، ما تجاوبش بالغضب، ما تسبش بالمقابل، ما تهددش، وما تنشرش المحادثه كامله غير باش تنتقم، حيث ممكن من بعد تلقى راسك دخلتي حتى انت في تصرف اخر خاصو التقييم. ثاني حاجه، حافظ على الادله، سكرين شوتس، اوديو الاصلي، الروابط، رقم الهاتف اذا كان متوفر، اسم الحساب، تاريخ الوقت، واي معلومات كتساعد تفهم شنو وقع وكيفاش انتشر المحتوى. من بعد رتب الوقائع بحال قصه قصيره، نهار كدا توصلتي بالرساله، من بعد صيفطات لفلان، ومن بعد ظهرت في المجموعه او في الصفحه، وشنو بالضبط كان مكتوب او مسجل. هذا التنظيم غادي يعاونك تشرح الواقعه بلا خلط. ولا بغيتي دير شفايه، تقدر تلجا للجهات المختصه بحال الشرطه القضائيه او النيابه العامه حسب الحاله والمسار المناسب، وتقدم المعطيات والادله اللي عندك. والمهم هو تحكي الحقيقه كما وقعات وما تزيدش وقائع ما عندكش عليها دليل. ولكن دابا قلبنا الطابله. الا كنت انت المتهم، اول حاجه ما تحاولش تحل المشكل بالتهديد، ما تبعتش رساله من نوع الا شكيتي غادي نفضحك، وما تنشرش معلومات شخصيه على الطرف الاخر باش تضغط عليه. وثاني حاجه، ما تفترضش ان حذف الرساله غادي يمحي الواقعه قانونيا. الحذف ماشي بالضروره كيعني ان كل اثر اختفى. الا توصلتي باستدعاء او علمتي بورود شكايه او كان الموضوع فيه تسجيلات او صور خاصه او اتهامات بالتشهير، فاستشاره محامي كتكون مهمه باش تعرف الوضعيه ديالك. ودابا الخلاصه اللي خاصها تبقى في بالك هي ان واتساب ماشي منطقه خارج القانون، وفيسبوك ماشي فضاء تقدر تقول فيه اي حاجه بلا مسؤوليه. ولكن في المقابل ماشي كل كلمه كتكتبها ولا كل خلاف بين زوج اشخاص كتساوي تلقائيا نفس الجريمه ونفس العقوبه. خاصنا ديما نسولو شنو تقال، فين تقال، واش كان خاص ولا علني، واش كان مجرد سب، واش كان فيه اتهام بواقعه، واش كان فيه تسجيل او توزيع لمعلومه خاصه، واش كانت هناك وقائع كاذبه منشوره بقصد المس بالحياه الخاصه او التشهير. هنا كتبدا الصوره الحقيقيه ديال الملف. والاهم من كل شيء، ما تعتمدش على فيديو واحد قبل اي قرار قانوني. واذا كان نزاع قابل للحل بالصلح، ما توقعش الى اي تنازل وانت ما عارفش الاثر القانوني ديالو، لان التنازل ما كينهيش كل ملف تلقائيا، والاثر ديالو كيتبدل حسب الجريمه والمرحله والاجراءات. وتجنب الاخطاء اللي كيديروها الناس، ما تقولش راه جروب مغلق، ما تنشرش اوديو او سكرين شوت ديال شي واحد للانتقام، ما تردش على السب بسب اقوى، وما تهددش المشتكي من بعد الشكايه. وإلا كنتي ضحيه، حافظ على الادله وما تمسحش الاصل. وإلا كنتي متهم، ما تزيدش تعقد الوضع وخذ المشوره القانونيه المناسبه. القوانين كتغير والتكييف كيختلف من واقعه لواقعه، لذلك تابع النصوص الرسميه والمستجدات. وإلا عجبك هذا النوع ديال الشرح اللي كيبسط القانون المغربي، دير اعجاب الفيديو، اشترك في القناه، وكتب لنا في التعليقات شنو اكثر حاجه في واتساب او فيسبوك كنتي كتحس بها عاديه وكتشك واش عندها اثر قانوني.